السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفتخر وأعتز وأتشرف بدعمكم للقناة. قناة تهتم بالتعريف بمواطنين أحرار وتسمع أصواتهم بربوع المغرب العربي الحبيب. شاهدوا الفيديو واتركوا تعليقاتكم. قال لك سنة 2020 هي سنة انطلاق الاقتصادي. السنة راهي انطلاق ما دارش. 2021 سنة الانطلاق الاقتصادي. السنة راهي انطلاق ما كاش. لا 2022 سنة الانطلاق الاقتصادي ونمو اقتصادي. وراه ما كاش. 2023 خلاص العام هذا اقتصاد ما كاش. 2024 العام هذا قلنا لكم تقلب الدنيا ما كاش. 2025 انا نستناو. راح نقول لك 2025 هي سنة الانطلاق الاقتصادي وكذا راح نحطموا الدنيا. انا نستناو. العام باين من خريفه. ترامب البارح قال لكم سعر البترول والغاز راح ينخفض. احنا ميزانيه الدوله الجزائريه دايرينها على $60. سعر البترول قبل نهايه جوان، يعني سعر البترول الان في مارس افريل ماي يوصل الى $40. ادوها من عندي 40 $45 ما يفوتش $50. الفارق هذاك تاع $10 منين نغطيوه؟ المطبعه تاع ويحيى مازالت تطبع. مسؤول سامي في الدوله قال لي يا بن زديره، قال لي قسما بالله، يحلف لي، قال لي قسما بالله الرواتب تاع العمال العام الجاي الشهر الجاي فيفري، قال لي لو كان ما نطبعوش الدراهم قال لي راهم يخلصوا. المطبعه اللي فتحها ويحيى في 2017 راهي مازالت مفتوحه درك راهي تمبريمي واحد ما وقفها. السؤال المطروح، لجنه الماليه في المجلس الشعبي الوطني هل قامت بدورها وطرحت سؤال على وزير الماليه قال حبس احنا عطينا تسريح، او البرلمان القديم تاع ويحيى اعطى اوتوريزاسيون اللي سموه ويحيى 3 سنين كملوا 3 سنين كملوا. علاش راكم تطبعوا؟ لانه ويحيى دا رخصه الى غايه 2022 نهايه 2021 الرخصه اللي دا ويحيى انتهت، لانه ويحيى راح للبرلمان قيمهم شويه قال لهم يا ودي احنا رانا في ازمه واعطونا اوتوريزاسيون باش نمبريميو الدراهم الشكاره تاع دراهم. عطاو له قالوا له اوكي، قال لهم بعد كان نعوضوا كي ندخلوا شويه دولار وكذا نعوضوا. المطبعه اللي فتحها ويحيى نسى البريز، راهو لاصق البريز، هو راهو في الحبس مرمي والمطبعه مازال تطبع. امبريمي يدخل تضخم مالي رهيب. هذا المشكل هذا كله اذا كان قدرنا نكملوا جوان 2025 بهذا الوتيره خرجنا من الازمه. لكن انا شايف روحي للاسف الشديد اننا قبل جوان 25 رايحين ندخلوا في حياه. اذا المطلوب الان انا نقول لكم بكل صراحه، واللي يحب يزعف واللي يحب يضرب راسه على الحيط يضرب راسه على الحيط. للاسف الشديد سياسه الرئيس عبد المجيد تبون سياسه فاشله، اقتصاديا فاشله. ما نهضروش على امور اخرى اعلاميا وكذا، ما نهضروا فقط في الجانب الثقافي، الجانب الاقتصادي. اقتصاديا فشلنا وخسرنا وتحطمنا. ما حققته الجزائر طوال السنوات او العقود الماضيه تحطم في هذو 5 سنوات. لا شركات ولا مصانع ولا تجاره ولا الناس، ما كانش ميت، الاقتصاد ميت، ما كانش سوق الجمله. روحوا شوفوا اسواق الجمله في العلمه، في الحميس، في الجرف، في باب زوار، في اماكن وفي كل بلاصه الاقتصاد محطم. ما كانش تجاره. الناس راهي تعاني معاناه رهيبه. وكي تقول الكلام هذايا ما يحبوش، يقول لك احباط معنويات الشعب وكذا وانتم خونه وعملاء خلي التاريخ يسجل، خلي التاريخ يسجل، والايام القادمه ستثبت صحه ما نقول. انا نزلت لكم مقاطع فيديو في الفيسبوك وين تنبأت بما قاله ترامب قبل ما يجي ترامب. قلت لكم بلي راح يجي ترامب وراح يفتح الغاز الصخري والبترول وراح يفتح الفانات تاع البترول في امريكا، والبترول ينزل سعره الى مستويات اقل من $40. احنا في الجزائر راني قلت لكم لو البترول ينزل اقل من $60 نتحطموا، فما بالك $40 خلاص، لانه احنا ميزانيتنا دايره على $60. هذه تاع شغل شباب وتاع جماعه المخدرات وجماعه الماكينات في البيت وجماعه قش بخته وفناج المريم، هذا رانا كلها دايرين على $60 على اساس انه البترول $60. احنا دايرين في بالنا بلي يعني تبون باش انا مانيش داير في بالي، انا من نهار الاول البترول داخل في حياتي. اللي قاعدين مع تبون مجمعين معاه يقول له ما دامك رئيس البترول تحت $60 ما ينزلش. سيد دير حسابه على $60، داير في باله بلي $60 راح تخلد، لان البترول وصل الى $100. يقول لك خلاص راح يبقى $60 شوكر. يعني ميزانية الدولة ومستقبل الدولة مبني على $60. إذا نزل البترول أقل من $60 دولار واحد 59 نتحطموا، فما بالك $40. وأنا قلت لكم باللي البترول راح ينزل إلى $40.
راح ينزل الى 40 دولار. معناتها هذه المشاكل اللي راها صارت في 5 سنوات هذه تاع تشغيل وتاع كذا وخرطي والتوزيع الريع منا ومنا راح تولي لنا كابوس، وراح تولي لنا خنجر في خصر الجزائر للاسف الشديد. الان وقبل فوات الاوان، الجزائر بحاجه الى رجال دوله، الى خبراء في المجال الاقتصادي. الجزائر بحاجه الى رجال دوله، وانا نزيد نعاود ونوصي، جيبوا ناس خبراء يعاونوكم، جيبوا احمد بن بيتور ومن معه. انا نركز على هذا الرجل احمد بن بيتور لانه رجل اقتصاد ورجل حكيم وعنده نظره مستقبليه، ربي يطول في عمره، راهو كبير وراهو كذا، لكن نحتاجوا الخبره تاعو. كما البارح قلت لكم جيبوا ناس في السينما اللي عندهم خبره في السينما في عمره 80 سنه، وممكن مسكين حتى راهو مرات يفقد الوعي، ولكن خلونا نستفادوا من الخبره تاعو في السينما اللي هو احمد بجاوي. نفس الشيء نقول في السياسه، خلونا نجيبوا واحد كما احمد بن بيتور او واحد كما حمروش عنده سياسه اصلاحيه، الاقتصاد عنده، لانه حمروش ماهوش خبير في الاقتصاد، لكن حمروش جاب خبراء في الاقتصاد. حمروش كي كان رئيس حكومه وعلاش نجح في اصلاح المنظومه الاقتصاديه؟ لانه جاب خبراء في الاقتصاد، جاب خبراء في الاقتصاد. المشكله انه تبون الان ما جابش، ما عندوش خطيب، ما عندوش مسكين، ما عندوش. حتى اللي راه جابهم وزراء شباب كانوا كل واحد في القطاع تاعو، الشباب ما عندهمش خبره بالسوق العالميه وما عندهمش خبره بالتقلبات الاقتصاديه في العالم. لازمك مستشارين يا سي تبون في الاقتصاد، لازمك خبراء، لانه البلاد داخله في حيط. وهذه الاضرابات هذه تاع التلاميذ راهي بدايه، لانه الازمه راح تزيد وراح تمس قطاعات كثيره. الاضرابات راح تمس درك مش التربيه والصحه والثقافه والفن والسينما مش عارف انا شنو، والصناعات الهيدروكربونيه والبريد والمواصلات، راح تمس كل القطاعات. راح تكون ازمه خانقه، بالاضافه الى الضعف السياسي لرجال السياسه في الساحه. الرئيس قالوا له راهم كاينين دايرين اضراب على التلاميذ، خرجوا للجامعات وكذا، التلاميذ وكذا. يعني مشكله انه تبون هو في روحه واش ما يفرقوش ما بين التلاميذ والشباب. قالوا له التلاميذ راهم داروا اضراب وكذا وكذا، قال لهم الا جيبوا لي حيداوي تاع الشباب نجتمع معاه وصوروني معاه لمناقشه قضايا الساعه. ماذا تم مناقشه؟ ما هي النقاط التي تم مناقشتها مع الرئيس تبون مع حيداوي تاع الشباب؟ جاب معاه 2 3 تاع اعضاء مجلس على الشباب المعينين، لانهم مش منتخبين، علاش ما كاين انتخابات؟ هذا مجلس على الشباب هل هو منتخب؟ درتوا انتخابات على مستوى الولايات والبلديات وانتخبتوا لجان عينتوهم، الوالي قال عين فلان والوزير عين فلان والرئيس عين فلان دفعه وثلاثه عينتوهم تعيين. اذا هذا المجلس اصلا مجلس غير شرعي، لا يمثل الشباب، هذه من ناحيه لا يمثل الشباب. ثانيا ما يهمناش يمثلش. ماذا ناقشتم مع رئيس الجمهوريه؟ اعطونا واش ناقشتوا اضراب التلاميذ خطيكم. هذو التلاميذ ما عندهمش علاقه بالشباب، ما عندهمش علاقه بالمجلس على الشباب. هذو التلاميذ مراهقين مساكن مازال يقراو في الثانويه، مازال ما وصلوش المرحله تاع يعني باش يدخلوهم في صراعات سياسيه ونقاش. اصلا ما عندهمش الحق حتى باش ينتخبوا، ما وصلوش 18 سنه. هذو في عمرهم 16 17 18 المخير فيهم عمره 18، مازال ما لحقش السن القانوني للانتخاب والترشح وكذا. اذا ما يدخلش في خانه المجلس على الشباب، هذا يدخل في الاسره والاطفال والاسره والمراهقين وكذا. وش ناقشته؟ الطبقه السياسيه ضعيفه. تابعت انا اللقاءات نتاع رئيس الجمهوريه مع رؤساء الاحزاب اللي جابهم، كلهم متفقين مع الرئيس، وحنا تقابلنا مع الرئيس وناقشنا معاه قضايا كذا كذا ومتفقين معاه، والرئيس حكيم وكذا، وكعاد الرئيس ناس ملاح وحكيم، وناقشوا معاه قضايا الامه والامور المستقره. عليه راح نديروا في المعارضه؟ انضموا الى حزب الافل والارندي وتهنوا، لانه الرئيس ها هو وين؟ سي رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، وراسي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معاه من تقابل. وراني درت الصور هذه واقيلا راحت كاع نشر رئيسين. رئيس الجمهورية ها وين مع المجلس الأعلى للشباب، ها وين تلقى معاهم وناقش معاهم قضايا الأمة. واش ناقش والله ماني عارف. يا حيداوي واش ناقشتوا رئيس الجمهورية؟ واش قال لك؟ واش قلت له؟ كش ما كاين بيان، كش ما ناقشتوا أمور تهم الوطن؟ مانيش عارف. قبل حداوي هذا قبل يعني خلال الأسبوع الماضي استقبل السيد مصطفى يحيى الامين العام التجمع الوطني الديمقراطي، وقال بلي تو فابيان والامور طيبه. ومن بعد استقبل موراها استقبل الشريف حسن، قال بلي الامور طيبه، حركه مجتمع السلم والدنيا هانيه. ومن بعد موراها استقبل لفافاس، استقبل أشيش يوسف وقال بلي الدنيا هانيه والحمد لله. ومن بعد موراها استقبل عثماني صوت الشعب ثاني، قال لك الدنيا هانيه والحمد لله ورحمه ربي. استقبل الاحزاب السياسيه، لكن كاين واحد الحزب ما استقبلوش. شكون هو؟ لفلان. وراه هل تبون خذا موقف من لفلان
وقال له بهدلت بينا وخوتي واختي عزرينا، ام اجلوا الى وقت لاحق بعد عثماني؟ لانه في التمثيل يعني بروتوكوليا اول زعيم حزب سياسي يستقبل التبون هو لفلان، لانه لفلان هو اغلبيه في البرلمان نسبيا، ثم يستقبل الاراني، ثم يستقبل حركه المجتمع السلم، ويجي والاحرار هم الاولين كاع، يعني يستقبل يعني في مناقشه القضايا المصيريه، في مناقشه القضايا المصيريه رئيس الجمهوريه يستقبل الكتل السياسيه بناء على تمثيلها الشعبي او الشعبوي. التمثيل الشعبي في المجالس المنتخبه الوطنيه والولائيه والبلديه الافلان هو الدرجه الاولى، ثم الاراني، ثم تاتي الاحزاب، حركه حمص وكذا وكذا. وبن قرينه اولا وراه لافلان وراه بن قرينه، حتى بن قرينه راهو غايب كاع. بن قرينه مسكين الله العظيم اللي ضربوا بعين الله عطاه بروبيني فشخوا كاع من نهار الزحليقه مسكين اصبح من المغضوب عليه. انا نصيحتي لبن قرينه نقول له بن قرينه في اقرب الاجال ازرب دير مؤتمر تاسيسي وخلي واحد يترأس الحزب باش تقدر تكمل، لانه انت تحرق كواطك. وهذا الكلام موجه نفس الشيء للافلان. بن مبارك نقول له للحفاظ على ماء الوجه والحفاظ على سمعتك وكرامتك، كيما خرجت بالصغاريت تخرج بالصغاريت، ما تخرجش من الباب الضيق، ما تخرج من الباب.